خلال هذا الحوار. كيف تقرأ الجزائر برأيك أستاذ بوعمامة هذه الزيارة وتزامن هذه التحركات مع أزمة الجزائر مع هذه الدول؟ مساء الخير أستاذة إيمان، تحية لك. أولا سأجيبك بما ورد في سؤالك. لا صدفة في السياسة، والتوقيت التايمينج السياسي واضح جدا، وهؤلاء دائما يتحركون على وقع ما يحدث لنا ولعلاقاتنا مع محيطنا، وأبدا لم يكن لهذه الزيارات أن تكون لولا أنها تقع على وقع هذا الخلافات والأزمة بين هذه الدول وبين الجزائر. ونحن هنا يعني هذا شيء ليس جديدا عندنا، نحن هؤلاء مكشوفون تماما في سياساتهم واستراتيجياتهم، ويفعلون كل شيء من أجل أولا أن ينفخوا في نار الخلافات مع هذه الأنظمة وليس الدول، لأننا نعلم تماما بأن هذه الأنظمة الانقلابية إلى زوال، وأن مصالح الجزائر الدولة الجار الأكبر الجار المباشر مع هذه الدول هي الدائمة وهي الثابتة، وغيرها ظرفي وغير